ده ابني، وانا بقول له اوعى تنكسر. الزمالك هيفضل طول عمره في العلالي، وطول ما احنا زملكاويه ربنا معانا. دوري في 100 عقبه، الزمالك الاول، البطل الحقيقي. الزمالك موقف له 18 ايقاف قيد، والجماهير بتسانده في كل حته. دوري صعب، واقف في قيد، مشاكل. نفسي ان انا كنت زملكاوي والعب في نادي الزمالك. ده دوري صبري ودوري جماهير الزمالك اللي تعبوا. اول حاجه اهلاوي صميم، بس دول اخواتي الزملكاويه جايين نفرح معاهم. دوري في 100 عقبه، دوري في 100 عقبه، الزمالك الاول، البطل الحقيقي. دوري صعب بس احنا اصعب. الزمالك اصعب من اي حد، اصعب من اي حاجه. مبروك. اول حاجه طبعا بشكر لكل لاعب في الزمالك انه ساهم والحمد لله جاب لنا الدوري، والف مبروك لكل الجماهير اللي حضرت. شكرا. دوري صعب طبعا، والحمد لله يعني بتوفيق من عند ربنا اللي احنا الحمد لله خدنا البطوله. مبروك عليك. وشككنا في كل واحد فضل يقول ويعمل ان الزمالك مش هياخد حاجه، والحمد لله. دوري اقول لك صعب على حاجه، ده ابني، ده ابني، اقسم بالله اقسم بالله كان معايا في الماتش اللي فات بتاع الكونفدراليه، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. انا بهدي الفوز ده للجماهير دي كلها، والفوز لابني. ابني ده انا عاوز اقول لك عمل عمايل الكونفدراليه، بس الحمد لله ربنا وفقه، والحمد لله ربنا كرمنا عشان خاطر يفرح. وانا بقول له اوعى تنكسر. الزمالك هيفضل طول عمره في العلالي، وطول ما احنا زملكاويه ربنا معانا. والف مبروك يا حبيبي، الف مبروك لجماهير النادي. الزمالك موقف له 18 ايقاف قيد، والجماهير بتسانده في كل حته، ومن جميع المحافظات في نهائي الكونفدراليه جات له. وانا بشكر جمهور الزمالك جدا، وشكرا. مبروك عليك. الف مبروك لنادي الزمالك، وبشكر كابتن معدم الجمال على الانتاج اللي احنا علينا 18 قضيه، واللي احنا وصلنا نهائي الكونفدراليه وخسرنا، وما عندناش يعني امل ان احنا نكسبها، بس ان شاء الله نكسب السنه الجايه دوري ابطال افريقيا. والسنه دي بشكر النادي حق فوز الدوري الاول. مبروك عليك. انت جاي منين؟ انا جاي من متعوق. وانت زملكاوي؟ انا زملكاوي. اشمعنى يعني ليه زملكاوي؟ عشان النادي عادي زملكاوي زي اي جمهور، بحب اشجع نادي الزمالك، فريق حلو. تحب الزمالك قوي؟ طبعا نفسي ان انا كنت زملكاوي والعب في نادي الزمالك. ان شاء الله. ان شاء الله. ده دوري صبري ودوري جماهير الزمالك اللي تعبوا، ورغم القضايا كتير اللي علينا بس الحمد لله قدرنا ناخد الدوري من بول الاسد. الحمد لله. دوري صعب، دوري مميت الحمد لله. اصعب دوري مر على الزمالك في تاريخه يعتبر 18 عشان انا ما عدتش اجيال كتير، بس يعني من الدوريات اللي انا حبيتها الدوري الصعب. الحمد لله. فرحان طبعا انا هموت بالفرح. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك. اهلاوي، الراجل ده اهلاوي اول حاجه بس جاي يفرح. اول حاجه اهلاوي صميم، بس دول اخواتي الزملكاويه جايين نفرح معاهم. شعب في الاول وفي الاخر احنا شعب واحد، نادي واحد، وربكم مش هقول لا انا مش يا افرح مع اخواتي، وفي الاخر احنا واحد يعني وشعب واحد. والف مبروك للزمالك، الف مبروك. دوري صعب، واقف في قيد، مشاكل. لعيبه رجاله. طبعا احنا متعودين معظم المدربين اللي بتيجي الزمالك او الاهلي او اي حد اللي بياخد الدوري مدربين اجانب، فمن فتره كبيره جدا ما خدناش الدوري مع مدرب مصري معتمد. جمال اثبت عمل المعادله الصعبه، مدرب مصري بلعيبه سكواد الى حد ما كويس جدا، لعيبه محليه كتيره جدا، قدرنا ناخد الدوري في ظروف صعبه، واقف في قيد. النادي ما فيهوش فلوس كفايه، اللعيبه مش بتقبض، الحمد لله. دوري صعب جدا، في فرق كتير جدا، فرقه المركز الثاني والثالث صرفت مليارات وما قدرتش ان هي تاخد الدوري، واحنا باقل مجهود وباقل فلوس قدرنا ناخد الدوري. ما بالك بقى لو عندنا فلوس هنعمل ايه؟ فعلا الزمالك السنه دي يستحق الدوري. يستحق الدوري، وكنا نستحق الكونفدراليه، بس الحمد لله قدر الله مش هيفعل. الف مبروك. الله يبارك فيك.